يلعن دينك، يلعن دينك. ليش نحن نتكلم هذا الكلام؟ لأنه واحد من الشباب حكاني يقول لي رحت ملعب الجوهرة واللاعب الفلاني ضيع هجمة كورة، الله المستعان، كورة. يقول وانا قاعد في المدرجات، يقول اقسم بالله لما نضيع اللاعب الهجمة، يقول عدد ما سمعت من الناس اللي في الملعب سب الدين والله ما احصي. هذا يقول يلعن دينك، وهذا يقول يلعن دينك، وذاك يقول يلعن دينك. يقول ماني قادر، يقول قررت من تلك اللحظة اني ما احضر الملعب. هذا اللي اقدر اسويه، ما اقدر انكر على فلان وانكر على فلان. يا فلان ترى ضيعت اسلامك، ترى انت سبيت الدين، ترى ربما تخرج من الدين بسبب هذه الكلمة. يلعن دينك، مصيبة عظمى، ناس تموت من اجل الدين وهذا يخرج من الدين. والدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام. الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.